شكرا جزيلا لكل من الزميل العزيز هيكل صغير على قناة الكاس الثانية، وانتصار الترجي الرياضي التونسي على النادي الصفاقسي هدف مقابل صفر. وأيضا زميلي العزيز سمير اليعقوبي على قناة الكاس 4 باعتبار مباراة انتهت عن نتيجة التعادل السلبي منذ قليل بين الملعب التونسي والاتحاد المنستيري. جولة لمصلحة الترجي الرياضي التونسي الذي ينفرد بصدارة الترتيب بفارق نقطتين على الاتحاد المنستيري. الاتحاد المنستيري سيكون مضطر في الأخير لتحقيق الانتصار في المباراتين الأخيرتين، خاصة المباراة الأخيرة أمام الترجي الرياضي التونسي من أجل تحقيق الدوري، في حين الترجي الأمور واضحة، 4 نقاط تفصل الترجي الرياضي التونسي عن تحقيق اللقب. ثم طبيعي جدا المباراة الأخرى نذكر أنها انتهت عن نتيجة التعادل السلبي بين الملعب التونسي والاتحاد المنستيري. على كل، إذا تمام حمدون جاهز بعد نهاية الشوط الثاني نمشي مباشرة تمام حمدون، ثم سيكون معنا أمين قلنزة وأيضا ياسين بورقيبة من أرضية ملعب الهادي النيفر وأيضا أرضية ملعب حماد العقربي برادس. مباشرة تمام حمدون، تمام شوط ثاني هذا في كلا الملعبين الحقيقة. للأمانة هيكل المباراتين كانوا هادئتين، لم يكن هناك حالات كثيرة. ناخذ المباراة الأولى، كانت المباراة الأولى ملعب مع الاتحاد المنستيري. طبعا هناك حالتين في الشوط الثاني. طبعا الحالة الأولى كانت في دقيقة 48، كان هناك سقوط لاعب الاتحاد المنستيري داخل منطقة الجزاء. هل كان هناك، ناخذ المباراة هذه المباراة الأولى. طبعا هنا هذه الحالة تنافس طبيعي وهو تلاحم، لعبة كرة قدم لعبة تنافس تلاحمات، لذلك هذا لا يوجد أي خطأ. قرار الحكم باستمرار اللعب قرار صحيح، لا وجود لركلة جزاء وقرار الحكم صحيح. الحالة الثانية كان هناك تسلل على الاتحاد المنستيري في الدقيقة 67. بنشاهد الحالة، طبعا هنا الحكم يسمح بداية باستمرار اللعب حسب بروتوكول الفار، ثم يطلق الصافرة على أساس وجود تسلل. نلاحظ من خلال ال3D طبعا التسلل موجود. نمشي بالحالة أخي، طبعا تطبيق بروتوكول الفار صحيح، ولكن نشاهد بعد أن صد الكرة الحارس المرمى عادت الكرة إلى المدافع. هنا يجب على الحكم المباراة شكر الحكم المساعد ومتابعة اللعب، لا ضرورة أن نصفر على كل حالة تسلل. لمن عادت الكرة من استفاد منها؟ استفاد منها المدافع. هنا الحارس المرمى يصد الكرة، نسمح باستمرار اللعب لوجود هجمة، نسمح دائما، لا يجب السماح باستمرار اللعب. هذا كل ما لدي في هذه المباراة. عموما الحكم فقط يحتاج إلى مراجعة لمسات اليد، ليست كل لمسة يد هي خطأ، ولكن بشكل عام أداء جيد للحكم. 8.3 لجميع طاقم التحكيم في هذه المباراة. المباراة الثانية مباراة الترجي والصفاقسي، كانت الحالة كانت الوحيدة اللي أخذناها في الشوط الثاني، كانت انتشار البطاقة الصفراء الثانية ومسمى البطاقة الحمراء. طبعا هنا في البداية ناخذ في الشوط الأول اللاعب رقم 10 يستحصل على انذار. هنا نعم، هنا هذا المسك الصارخ يدخل في السلوك الغير رياضي. قرار الحكم برفع البطاقة الصفراء في الشوط الأول كان صحيح للاعب رقم 10 من النادي الصفاقسي. نروح الشوط الثاني، كان في الدقيقة 79 كان هناك ركل وبتهور من قبل هذا اللاعب. بنلاحظ هنا يصل إلى أعلى درجة في التهور، وقرار الحكم بإشارة البطاقة الصفراء الثانية ومسمى البطاقة الحمراء كان صحيحا. ونشوف الحالة من كل الزوايا. الزاوية الأخيرة هنا لاحظ هنا في البداية تلاحم طبيعي. نمشي أخي ماجد. هنا عملية الركل كان واضح وبتهور، وقرار الحكم برفع البطاقة الصفراء الثانية قرار صحيح والبطاقة الحمراء. عموما أداء الحكام في هذه المباراة، نعيم حمصني أدى مباراة جيدة جدا، 8.4 لجميع الطاقم. هذا نعطيكم النتائج النهائية بالنسبة لهذه الدفعة الأولى من الجولة 28 من الدوري التونسي. كما تابعنا الاتحاد المنستيري تعادل في باردو 0-0، الترجي فاز على النادي الرياضي الصفاقسي هدف مقابل 0. المباريات الأخرى اتحاد بن قردان فاز 3-2 على الترجي الجرجيسي، في حين المباراة الأخيرة نجم المتلوي فاز على الأولمبي الباجي هدفين مقابل 0. هذه هي نتائج الدفعة الأولى، في انتظار الدفعة الثانية يوم الغد. نرجع للمباريات الآن. قلت مباريات في اتجاه الحقيقة الترجي الرياضي التونسي الذي أصبح متصدر بفارق نقطتين مقارنة بالاتحاد المنستيري، ولو أن الاتحاد المنستيري ما زال مصيره بيده، باعتبار أن الاتحاد المنستيري يفوز في مباراتين يتوج باللقب، حتى تكون الأمور واضحة. يعني الترجي والاتحاد المنستيري مصيرهم في يوم، الترجي 4 نقاط والاتحاد المنستيري 6 نقاط من أجل تحقيق اللقب. وائل، الشوط الثاني
الحقيقه مردود الترجي الرياضي التونسي تراجع ولعب بالنار الترجي الرياضي التونسي، والنادي الصفاقسي كان بامكانه انه يرجع بنقطه. صحيح، يعني مردود الترجي اقل بكثير من مردود الترجي في ال 45 دقيقه الاولانيه، حتى بعد التغييرات اللي قام بها ماهر كنزاري، دخول الجابري، دخول موكوانا، دخول اتقاء، حتى التحول الى الخطه التكتيكيه من 4 2 3 1 مر لل 4 3 3. ولكن لاعبي الترجي فما كثير من التحفظ، يمكن اللاعبين ايضا فما خوف من خساره نقطتين في هذه المباراه اللي تعتبر مهمه جدا بالنسبه للترجي. اعتقد وان النادي الرياضي الصفاقسي ايضا قدم مباراه محترمه جدا في ظل اقحام اغلب لاعبين اللي ينتميوا لمركز تكوين الشبان، على غير السعيدي، العجال، السكرافي، القاسمي، قدموا مستوى محترم جدا ووراوا امكانيات فنيه. مباريات كيما هذه يمكن تعطيهم اكثر ثقه، اكثر احتكاك، تخليهم اكثر يعني يعرفوا على شنو قادمين في الموسم القادم مع النادي الرياضي الصفاقسي. الترجي الرياضي التونسي يمكن فاز، ولكن في نهايه المباراه كان قادر وانه يخسر نقطتين. ايضا كره السكرافي اللي ضربت على القائم الايسر للترجي الرياضي التونسي كانت تنجم تغير المباراه، ولو تعامل معها بطريقه افضل، لانه في بعض الاحيان مش كل شيء قوه في كره القدم، في بعض الاحيان بعض الذكاء داخل الرجل كان قادر وانه يسجل هدف يعدل به النتيجه ويصعب به مهمه الترجي. بالنسبه للترجي المهم 3 نقاط تحصل عليهم في هذه المباريات. اعتقد وانه مباراه محترمه من كلا الفريقين بالرغم من نزول المستوى في الشوط الثاني. واضح. وائل، على كل نكتفي بهذا القدر بالنسبه لمباراه النادي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي نظرا لضيق الوقت. نمشي مباشره لمباراه الملعب التونسي والاتحاد المنستيري. ما هي الاسباب التي جعلت الاتحاد المنستيري يفقد نقطتين في مباراه اليوم ربيع؟ هو الشوط الأول، إضاعته للشوط الأول وللفرص التي لم ينجح في تسجيلها، لأنه الشوط الثاني لم نرى شيئا من كلا الجانبين. هناك صراعات ثنائية على مستوى وسط الميدان. الملعب التونسي تحس أنه على مستوى ممكن ذهني كان أكثر حضور، أكثر شراسة، وكأن المباراة تهمه بشكل كبير وكبير جدا. والأكيد بأنه نجح ذلك، نجح في إيقاف الاتحاد المنستيري. يمكن نتكلم على فرصة من كل جانب. لا نستطيع أن نلوم الملعب التونسي أنه لعب مباراة كبيرة مهما يكون. إيه، أنا فسرت لك يعني شرحت فقط الحدث، وكأنه يلعب على مباراة أو على ممكن نقطة تساعده ممكن في تتويج أو في الهروب من شيء إيجابي. نتمنى كل الأندية تقوم بنفس ما قام به الملعب يعني التونسي. كان ممكن هناك عامل آخر وهو التحفيز. يعني ما واضح أن اللاعبين الملعب التونسي كانوا ممكن متحفزين بشكل جيد، وهذا مسألة طبيعية. لهذا كان حضور قوي، وكانت هذه الرغبة على الأقل إيقاف الاتحاد المنستيري، ونجح في ذلك. وبالتالي الأكيد الاتحاد المنستيري لا يمكن لهم إلا نفسه، لأنه كان تقريبا تكلموا على فرصتين حقيقيتان، إضافة إلى محاولة كان بإمكان تسجيلها، الكرة اللي مرت من خلال 3 لاعبين. الأكيد بأنه هذا التعادل لا يمكن أن نتكلم عليه إلا من خلال نتائج الجولة القادمة اللي هي الجولة 29. أما إذا فاز الترجي ونجح في كذلك الاتحاد المنستيري في الفوز، يعني اكيد بان نتيجه التعادل وهذا الفوز بطبيعه الحال، لكن لا قد يكون مؤثر في التاهل للتشامبيونز ليغ الافريقيه. ممكن في حالة فوز النجم الرياضي الساحلي طبيعي. طبيعة إذا فاز النجم الرياضي الساحلي ممكن يعني من خلال النتائج الأخرى أنه سوف يتحصل على المركز الثاني المؤهل لدوري الأبطال. لكن الأكيد بأنه الشوط الثاني صراحة كان أقل مستوى لم نشاهد ممكن مستوى فني يليق خاصة بالمنستيري وبالمكانة التي يحتلها حاليا. واضح ربيع. على كل نصل لختام هذا الاستوديو. فقط نذكر بالنسبه للتاهل للتشامبيونز ليغ الافريقيه، باعتبار قيل انه في امكانيه 3 انديه 4 انديه الى حد الان ليس هناك اي قرار رسمي من الاتحاد الافريقي لكره القدم. نحن في انتظار اصلا تشكيل لجنه الاستئناف بعد انتخابات الاتحاد الافريقي الاخيره، في انتظار لجنه المسابقات عفوا. نحن في انتظار تشكيل لجنه المسابقات. مباشره بعد تشكيل لجنه المسابقات ممكن جدا يقع اتخاذ قرار بزياده عدد الانديه في التشامبيونز ليغ الافريقيه وكاس الكونفدراليه، ممكن هذه السنه او ممكن السنه المقبله. على كل، كابتن وائل باللكحل شكرا جزيلا، كنت متالقا. شكرا لك هيكل. ايضا كنت متميز كابتن ربيع، شكرا جزيلا. شكرا اخي. هكذا نصل الى ختام هذا الاستوديو، واجمل تحيات بوعلين بينو في الاعداد، عدنان حجازي في الاخراج، كامل الفريق الفني والتقني. نلتقي دائما على قنوات الامتياز، قنوات الكاس. الى اللقاء. تشهد الجولة 28 من منافسات الدوري التونسي صداما قويا في كلاسيكو سيجمع بين الترجي الرياضي وضيفه النادي الصفاقسي، وإليكم الموعد والتوقيت والقنوات الناقلة للمباراة. إذن سيستضيف نادي الترجي خصمه
في الكلاسيكو نادي الصفاقسية، وذلك اليوم السبت انطلاقا من الساعة 3:30 بتوقيت تونس، الساعة 4:30 بتوقيت مكة المكرمة. ويمكنكم متابعة المباراة عبر قنوات الكأس. وسيسعى نادي الترجي لتحقيق الانتصار أمام جماهيره وعلى أرضية ملعبه لمواصلة تصدره لجدول الترتيب، حيث يتصدر الجدول مناصفة مع النادي المونستيري برصيد 79 نقطة لكل منهما، وسيسعى بدون شك لتحقيق النقاط الثلاثة، ولا يملك أي فرصة للتعثر، مما قد يكلفه خسارة الصدارة للنادي المونستيري الذي يقدم موسما جيدا للغاية. من جانبه الصفاقسي والذي تحسنت نتائجه في فترة الإياب سيحاول بدوره العودة بالنقاط الثلاثة، أو على الأقل بنقطة ستكون ثامنة له.